السلام عليكم. معاكم يوسف نبيل، ودي قناة كل شبر في مصر والعالم. تحية محبة لأهلنا وإخواتنا في محافظة دمياط، يا رب تكونوا بخير. ده نهر النيل، ده فرع رشيد، وده فرع دمياط. ده البحر المتوسط، وده الطريق الساحلي الدولي. الطريق ده بعيد عن البحر ببورسعيد، وبيمشي داخل بحيرة المنزلة، وبعيد عن البحر عند دمياط وراس البر ودمياط الجديدة. دمياط وراس البر ودمياط الجديدة، وهنا جمصة والمنصورة الجديدة، وندخل محافظة كفر الشيخ. هنا مصيف بلطيم، وهنا بلطيم، وهنا العمارية، وهنا برج البرولوس، ويعدي الطريق الدولي فوق بوغاز البرولوس، ويكمل بين البحر والبحيرة، ويعدي فرع رشيد جنوب مدينة رشيد، وشمال مدينة إيدكو، وجنوب الإسكندرية. وبعد كده تدخل على محور التعمير وتكمل في شمال غرب مصر. وده فرع دمياط. هنا بنها، الزقازيق، ميت غمر، زفتة، طنطا، السنبلاوين، المحلة الكبرى. هنا المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية، وهنا طلخة، المطرية، المنزلة، دكرنس، شربين، بلقاس، بيلة. محافظة بورسعيد واخدة جزء كبير من بحيرة المنزلة، ومحافظة الدقهلية واخدة جزء أكبر، لكن محافظة دمياط واخدة جزء صغير من شمال غرب بحيرة المنزلة. ومحافظة دمياط محصورة بين بحيرة المنزلة ومدينة جمصة، لأن جمصة والمنصورة الجديدة تابعين لمحافظة الدقهلية. تعالوا نتتبع مسار النيل فرع دمياط من المنصورة لغاية المصب في البحر. المنصورة، طلخة، البرامون، شربين، الزرقاء، السرو، دقهلة، شرباص، ميت أبو غالب، كفر العرب، فرسكور، كفر سليمان البحري، ميت الشيوخ، الحوراني، البستان، العدلية، كفر البطيخ، ونوصل لمدينة دمياط. لكن لسه فرع دمياط ما انتهاش. نهر النيل بياخد زاوية حادة في دمياط، وبعد الزاوية دي بيمشي 14 كيلو تانية شمالا علشان ينتهي ويصب في البحر المتوسط. وهنا قرية الشيخ درغام، وهنا مدينة عزبة البرج، وهنا عزبة الديدونة، وهنا راس البر. راس البر وعزبة الديدونة هما نهاية فرع دمياط. عندنا طريق مهم جاي من طلخة وبيروح شربين وكفر سعد البلد ومدينة كفر سعد، وقبل مركز ومدينة كفر البطيخ بكيلو ونص طريق طلخة دمياط بيمر تحت الطريق الساحلي الدولي، وبيفضل الطريق الأخضر موازي لنهر النيل، ويدخل قرية السنانية ويتعامد على النيل وتدخل مدينة دمياط. لكن لحظة، عاوز أوريكم السنانية كانت عاملة ازاي في سنة 2004 وشوف حالها دلوقتي. ربنا ادانا كنز اسمه دلتا نهر النيل، لكن احنا بندمرها بالبناء على الأرض الزراعية. طبعا ضياع الأرض الزراعية بالبناء العشوائي عليها حذر منه الرئيس السيسي كتير، واحنا كده بنهدر منظر الخضرة الجميل وبنحوله لعشوائيات. منظرها حتى بالقمر الصناعي سيء جدا، لكن لو بصيت من فوق على منظر مدينة جديدة زي حدائق العاصمة مثلا فالصورة جميلة وما بتكدبش. نرجع طلخة؟ لا، نرجع طنطا. في خط السكة حديد جاي من طنطا للمحلة الكبرى، وبعد كده بيقرب من نهر النيل ويدخل مدينة سمنود ويكمل موازي للنيل ويوصل طلخة، ثم شربين، ثم كفر سعد، ثم كفر البطيخ، ويوصل السنانية ويلاقي نهر النيل في وشه. فالقطر بياخد لفة صغيرة وما يعديش النيل. هنا بقى محطة دمياط ونهاية الخط الحديدي. محطة دمياط موجودة في السنانية، ولما القطر بيوصل محطة دمياط هتنزل من القطر وتعدي الكوبري ده فتدخل وسط مدينة دمياط، وده كورنيش دمياط. كده عندنا كوبري مشاه هيعدينا من السنانية غرب لدمياط شرق. أما الكوبري ده فهو للسيارات فقط لأنه علوي وما فيهوش سلالم للمشاة. وعندنا هنا قبل دمياط مباشرة في كوبري اسمه سد فرسكور. ده سد معمول من زمان
علشان نتحكم في مياه النيل وما نسيبهاش تروح براحتها للبحر المتوسط، وانا كنت اشرت للسد ده في فيديو عملته من حوالي 2 سنين. عندنا طريق شرق النيل جاي من المنصورة لدمياط، بيعدي على الزرقاء والسرو وفرسكور، وبعد كده بيعدي تحت الطريق الساحلي وتكمل فيه فتوصل دمياط. لكن هو غالبا اللي جاي من المنصورة لدمياط بياخد الطريق الغربي من طلخة لشربين لدمياط، ومش بياخد الطريق الشرقي. محافظة دمياط فيها عدة مراكز مش مركز واحد. مركز دمياط يتبعه مدينة دمياط ومدينة راس البر ومدينة عزبة البرج. مركز فرسكور يتبعه مدينة فرسكور ومدينة الروضة. مدينة الروضة دي موجودة بين فرسكور وبحيرة المنزلة. مركز الزرقاء يتبعه مدينة الزرقاء ومدينة السرو. مركز كفر البطيخ يتبعه مدينة كفر البطيخ، ومركز كفر سعد وفي مدينة كفر سعد. أما مدينة دمياط الجديدة تابعة إداريا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ده ميناء دمياط، المسافة من هنا لهنا 3 كيلو ومن هنا لهنا 5 كيلو. لو عملنا زوم على الأرض الزراعية بين السنانية والميناء ودمياط الجديدة وكفر البطيخ، فهنلاقي أعداد كبيرة جدا من أشجار النخيل. تشتهر محافظة دمياط بزراعة النخيل وإنتاج البلح، وكان فيها أكتر من 2 مليون نخلة من 20 سنة. لكن عدد أشجار النخيل انخفض ل1,000,000 نخلة فقط أو أقل، وده بسبب اقتلاع النخل وتصديره لليونان وإسرائيل وإيطاليا والصين والقرى السياحية في مصر. كمان في فلاحين كتير بيشتكوا من سوسة النخيل الحمراء اللي بتدمر النخلة، وكمان في نخل كتير بيتقطع علشان نبني مكانه بيوت بمنتهى العشوائية وانعدام التخطيط. أي حد بيروح دمياط لازم يوصل لنهاية فرع دمياط عند لسان وفنار راس البر. إيه هي راس البر؟ راس البر هي عبارة عن مثلث قائم الزاوية. الضلع ده هو نهر النيل، والناحية التانية منه مدينة عزبة البرج وعزبة الديدونة، وفي أعداد كبيرة من مراكب الصيد الصغيرة الموجودة في النهر. واضح إنه في ممشى جميل نضيف على النيل، ولو فضلنا ماشيين على الممشى ده هتلاقي على شمالك فندق 5 نجوم اسمه فندق شتايجنبرجر. قناة ميرو تشانل على اليوتيوب راحت الفندق ده وصورت لينا من البلكونة منظر مصب النيل والفنار والبحر. أكيد هيكون منظر رهيب، خصوصا لو الجو صافي ومفيش شبورة. وسايب لكم رابط الفيديو ده في وصف الفيديو. لو اقول لكم المنظر مش عارفة انتوا تشوفوا، هو منظر جميل جدا. هي دي مصر بجد، حاجات جميلة قوي قوي. انا بس بصبح عليكم الصبح من فندق اللسان. بلدنا جميلة وحلوة، ولو عاوزين تروحوا راس البر ابعدوا عن يوم الجمعة علشان الزحمة، ولازم نحافظ على نظافة ونظام أي مكان نزوره زي راس البر مثلا. في قناة تانية راحت تصور نفس المكان لكن في الشتاء في نهاية يناير، وواضح إن السحب حجبت اللون الأزرق السماوي، فأصبح البحر والنهر لونهم رمادي زي السما الرمادي. بصوا يا جماعة، يعني حاجة تحفة. يعني دي الوحيدة من نوعها في العالم كله اللي بتطل على يعني حاجتين 2، نهر النيل وبحر متوسط، ودي حاجة أصلا مش موجودة غير عندنا احنا بس في مصر. فطبعا كان لازم لها أوتيل بالشكل ده يستوعب السياح ويستقبل كمان المصريين. ده الفنار القديم اللي انتم شايفينه لونه طوبي كده، وده الفنار الجديد اللي انتم شايفينه ده اللي هو لونه جراي. المنطقة دي بقى اسمها اللسان أو لسان راس البر. بيبقى عبارة كده عن زي ممشى كبير أو زي اللسان، بيبقى على يمنا نهر النيل وعلى شمالنا البحر المتوسط. وزي ما انتم شايفين بيجيله زوار كتيرة جدا من جميع أنحاء العالم وزوار مصريين. هفرجكم كمان شوية، هنزل لكم فيديو على القناة للسان وفرجكم بقى على الممشى بتاع اللسان كله وعملنا ايه على اللسان بالظبط، هيعجبكم قوي. واكتشفت وانا بجمع معلومات ان راس البر اتخططت على يد شخص يهودي اسمه متري معلي في القرن ال19، وعلشان كده الشوارع منظمة مستقيمة والعمارات منظمة مرتبة، وكل مبنى بيطل على 4 شوارع،
وهناك بيسموا العمارات دي العشش. وكل ما ألف في مصر والاقي مكان جميل قديم بكتشف إن اللي عمله وخططه حد إنجليزي أو يهودي أو فرنسي أو إيطالي أو بلجيكي. لكن عبد الناصر كان بيكره أي حد أجنبي ومعرفش يستفيد منهم. شارع بورسعيد هو الشارع الرئيسي في راس البر، وهنا موجود مسجد الرحمة في قلب المدينة. التوسعات الجنوبية الجديدة لمدينة راس البر مش على نفس النظام اللي عمله الراجل اليهودي زمان، فالعمارات جنوبا مساحتها أصغر والشوارع أضيق، وتحس كمان إن الأرض منخفضة ورطبة. لما نروح بقى مدينة دمياط القديمة هنكتشف إنها كتلة من العمران البشري العشوائي. معظم الشوارع ضيقة جدا جدا ومتعرجة، وأي محاولة مني لشرح شوارع البلد دي أو تخطيطها فهتكون محاولة فاشلة ومرهقة جدا ليا ولحضراتكم. لكن بسرعة كده هنعرف بعض الشوارع الهامة. هنا قرية السنانية، وهنا مدينة دمياط. محطة دمياط في السنانية، ده الكوبري العلوي وده الكوبري الرئيسي عند المحطة، وده سد فرسكور اللي بيربط قرية الشعراء بطريق طلخة. لو انت جاي دمياط بالعربية غالبا هتيجي بطريق طلخة دمياط وتعدي على كفر البطيخ والسنانية وتعدي فوق النيل وتوصل ميدان الشهبية. ممكن تتجه شمالا لطريق عزبة البرج أو تكمل على طول وتدخل طريق بورسعيد أو تدخل عبد السلام عارف وباب الحرس. شارع الحسين جد الله أو العشرين. شارع عبد الرحمن ده مشهور لو انت عاوز تشتري أساس من دمياط. شارع أبو الوفا. شارع فكري زاهر جاي من الكورنيش وبيمشي في قلب المدينة. توجد منطقة مقابر طولها 780 متر. ده جامع عمرو بن العاص التاريخي، وده جامع الشهداء، وده شارع صلاح الدين. ده الشارع التجاري أو شارع 23 يوليو. ده شارع الجلاء من كورنيش النيل لباب الحرس. شارع التحرير من ميدان الساعة لباب الحرس وترعة الشعراء. الطريق ده اسمه غيط النصري أو النصارى. ده شارع محمد عبده، وده شارع السيالة الجديد. ده شارع عبد العظيم وزير. الطريق ده يوديك شطا والساحل الدولي وتروح بورسعيد، والطريق ده بيحيط ببحيرة المنزلة ويوديك مدينة المطرية، لكن دي مدينة المنزلة. علشان الشوارع في مصر معظمها عشوائي وضيق، وواضح انه الحس التنظيم التخطيطي عند الناس مش موجود للأسف، فلازم نعلم الطلبة في المدارس جمال الشوارع الواسعة وجمال المساحات الخضراء وقباحة الضيق وانعدام التخطيط. لازم نكون أمة واعية بكده، وده هيكون صعب برضه في ظل زيادة سكانية ما بترحمش. أكيد الحكومة كان عندها حق إنها تمنع البنى العشوائي وتدي فرصة أكبر للمدن الجديدة المخططة. على كل حال لما أرجع وأبص على الدلتا من فوق بلونها الأخضر الجميل، ولما ألاقي فيها مدن كتيرة وقرى كتيرة جميلة، بعرف إن مصر جميلة وكبيرة ومليانة ناس جميلة. ربنا يحميكم كلكم يا شعب جميل متحضر وأصيل، في الدلتا وعلى النيل وفي الساحل والصحراء وفي النوبة أو سيناء والفيوم والقناة. سلمولي على الضميطة وسلمولي على بلد الحلوة، واللي هتكون بكرة أحلى، لأن دوام الحال من المحال.